السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة هنتكلم عن ليه العملاء بيهربوا منك. هنتكلم على 5 اخطاء بيقع فيهم البياعين او السيلز ريب لما يجوا يبيعوا للكاستمر او الزبون، بيخلي الزبون ما يكملش معاه البيع او الصفقة ويبتدي يروح لحد تاني من المنافسين. طيب تابع الفيديو هنعرف ايه ال5 خطوات. اول واحدة ان هو بيبتدي يتكلم على يتكلم اكتر ما بيسمع العميل. يعني انت بتتكلم مع العميل مثلا هو جاي يشتري لابتوب للجيمنج، فهو ده لابتوب مخصص بيبقى للجيمز، فانت عمال تكلمه على حاجات في الاوفيس والمايكروسوفت والبرامج مثلا للمحاسبه، بتقول له ان الحاجات دي هتساعدك، فانت ما سمعتش هو عايز ايه من الاول، فعمال تكلمه في حته تانية. فانت لازم تسمع كويس عشان تعرف انت تتجه في انهي اتجاه، ما تبتديش تتكلم كده من غير ما تعرف العميل عاوز ايه بالظبط. تاني حاجه ان انت بتبتدي تتكلم على السعر. طبعا العميل مش عاوز يعرف السعر، لازم تتكلم على القيمه او الحاجه اللي هتقدمها او السوليوشن، الحل اللي هتقدمه له. فهو مش عاوز يسمع السعر بتاع المنتج، ما تفرقش معاه، هو المهم ان هو يبقى في حاجه مختلفه او بيحل له مشكله عنده عنده، يعني اللي هو جاي عشان يشتري بيها الحاجه يعني. فاحنا مثلا هو جاي دلوقتي عنده مشكله في انه عايز لابتوب للجيمز، فانت هتقول له مثلا ان بدل ما تقول له مثلا دوت ارخص ب 300 او 1000 جنيه من المنافسين في السوق، لا هتقول له ان دوت اللابتوب ده تقدر تشغل عليه مثلا كول اوف ديوتي ونيد فور سبيد ومثلا فيفا بكواليتي عاليه بجرافيكس كويسه بريزوليوشن كويس ومش هيقطع منك وهكذا يعني. فانت بتدي له قيمه احسن من المنافسين، مثلا ان هو لا، في ناس تانية اللابتوبس بتاعتها ممكن تبقى مش ماشيه معاها الجيمز دي. تالت حاجه ان انت بتبتدي تديله اوفر بروميسنج او وعود يعني كاذبه او عاليه عن اللي موجوده في المنتج، فتقول له المنتج ده لا يمكن ان هو مثلا يعطل او يهنج. يجي بعد اسبوعين مثلا كان بيلعب مثلا بابجي او اي لعبه عليه مثلا، اللي اشترى اللابتوب دوت، يحس ان هو لا، فيه تهنيج، فانت اديته اوفر بروميسنج او حاجات عاليه مش في المنتج. لا يعني انت دلوقتي هيبتدي بقى اول لما يحصل كده هيفقد الثقه، هيتكلم على المنتج وعليك بطريقه وحشه مع السيركل او الناس المحيطه بيه، فهتبقى باد وورد اوف ماوث او هتخسر عملاء كتير بسبب الموضوع دوت. فانت تقول الحاجات الفيتشرز او الامكانيات اللي عندك بالظبط وما تزودش عنها. رابع حاجه انك بتضغط عليه ان هو يشتري دلوقتي، فانت ما تضغطش عليه، لان هو اول لما يحس انك عمال تقول له اشتري او تزن عليه ان هو يشتري دلوقتي، فهيبتدي يحس ان هو تحت ضغط، واول لما يحس ان هو تحت ضغط هيقوم ماشي وسايبك ويقول لك طيب انا هفكر واجي لك بعد كده، وطبعا ما بيجيش. اول لما الزبون بيحس ان هو تحت ضغط ما بيكملش الصفقه. يعني مثلا تقول له ان هو اشتري اللابتوب دلوقتي لان هو بعد ساعه العرض هيخلص، او تقول له وقع على مثلا العقد بتاع العربيه دوت دلوقتي لان هو بعد شويه الاسعار هتغلى، فيبتدي يحس ان هو تحت ضغط وانت عمال تزن عليه، فيقول لك لا انا مش هقدر اكمل. خامس حاجه انك ما بتعملش فولو اب معاه، يعني ما تكلموش بعد السيلز او بعد ما بعت له المنتج بتاعك وخلاص بتسيبه كده، ما بتتابعش معاه. مثلا لو حد بيقدم تريننج لشركه ما بيتابعش معاهم مثلا ايه تاثير التريننج، حصل ايه للموظفين، استفادوا ولا لا، الشركه حصل لها بيرفورمانس بتاعها او الاداء بتاعها بقى احسن ولا لا. مثلا في اللابتوب ما مثلا حصل ان هو حب مثلا يسال على حاجه في التكنيكاليتي بتاعت اللابتوب، يجي يتصل مثلا ما لقاش حد بيرد عليه، الكاستمر سيرفيس ما فيش حد بيرد عليه، فده هيبقى باد امبريشن ان هو ما فيش افتر سيل سيرفيس والناس ما بتهتمش، فممكن ما يكملش معاك بعد كده او ما يبقاش فيه ولاء بعد كده. طبعا لو تجنبنا ال5 اخطاء ده هنبني لويالتي او كاستمر لويالتي حلوه جدا. الكاستمر لايف تايم فاليو هيزيد، اللي هو قيمه العميل هيفضل معانا سنين اكتر وهيدفع اكتر للمنتج بتاعي. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي ان شاء الله.